مساحات على ريال مدريد في هذه المباراة. لمسة من كوفازيتش لإسكو، إسكو يلعب كورة. الله الله يا ميرينجي، هدف أول لريال مدريد. يا سلام يا كوفازيتش، يا لها من تمريرة، يا لها من لمسة ساحرة يا كوفازيتش. والنجم إسكو يعود للمعان مرة أخرى في البرنابيو بعد أن كان له دور حاسم مهم في عودة الفريق ضد فياريال. شوفها من كوفازيتش، شوفها من كوفازيتش، طلب الكرة أيضا من جانب إسكو، تحرك وتمريرة وحالة انفرادية، ثم بعد ذلك أجمل نهاية، وريال مدريد يتقدم في النتيجة في وقت مبكر من هذه المباراة بعد لمسة وانفراد من جانب إسكو وهدف أول في هذه المباراة. أهداف البدلاء يصنع كوفازيتش، يسجل إسكو. ريال مدريد بخير حتى على مستوى دكة البدلاء. ريال مدريد ربما سيقبل بعد ذلك أهداف أخرى، لا تملكون نفس الإمكانية. هذه خطيرة داخل المنطقة. الله يا تانا، يا لها من ردة فعل يا كناري، يا له من هدف يا لاس بالماس. التعادل سريعا سريعا جدا، والرد السريع يا سيتين، يا لها من تمريرة ومهارة عالية ومرور جميل واجمل فينشنج لتانا سريعا مع لاس بالماس في دقيقة واحدة تقريبا. شوف العمل الجماعي، شوف العمل الجماعي. نعم نعلم انكم ريال مدريد، لكن نحن نريد ان نقدم انفسنا في البرنابيو. رائعة من جانب تانا، وهدف التعادل لاس بالماس. 1-1، مرور جميل امام راموس وتسديدة في مقتل على الريال في هذه المباراة. فييرا عنده 3 ركلات جزاء تمكن من تسجيلها امام كيلور نافاس. فييرا نافاس وكرة في المرمى. هدف ثاني للاس بالماس. الكناري يحلقون في البرنابيو. يا لها من كرة صدها نافاس. هي اختارت المرمى يا نافاس، هي قررت ولم يكن عندك القرار، اتخذت هي القرار وذهبت إلى الشباك. وهدف ثاني لبالماس في هذه المباراة. يا لها من مباراة مزعجة جدا في هذا التوقيت على ريال مدريد، ويا لها من مباراة كبيرة للاس بالماس. صدها نافاس، ولكن الكرة بعد ذلك اتجهت المرمى. صدها بقدمه، بل سد فعين بواتينغ في حالة انفراد. بواتينغ عدى، والثالث لبالماس. يا إلهي، يا لها من لقطة، ويا لها من لونج باس، كرة طويلة رائعة، ويا لها من نهاية يا بواتينغ. خبرة الأيام الكبيرة يا بواتينغ، يا لها من كرة. هدف ثالث للاس بالماس. من كان ينتظر هذا السيناريو؟ أسألكم أجيبوني، من كان ينتظر هذا السيناريو اليوم في البرنابيو؟ شوف اللمسة الطويلة لم يكن فيها تسلل. بواتينغ طلب الكرة، نافاس حاول إنقاذ ريال مدريد ولكنه فشل في ذلك للمرة الثانية. الكرة في شباكه، ولاس بالماس يحلق في برنابيو مرة أخرى، يسجل هدفا ثالثا بعد تمريرة رائعة من مسافة بعيدة وهدف لبواتينغ. 3 أهداف لاس بالماس. ريال مدريد هدف الذي كان قريبا جدا من اللقطة. تسجيل هذا الهدف سيعني إبقاء الأمل في العودة أو في الحصول على نقطة اليوم. إضاعة هذه الكرة يعني تماما فقدان الأمل في العودة في مباراة لاس بالماس. رونالدو أمام هذه الكرة بعد 6 ركلات جزاء، سجل منها 5 هذا الموسم. رونالدو يلعبها في المرمى. كريستيانو في المرمى. كريستيانو. عودة لريال مدريد في وقت متأخر جدا 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 يا فلورنتينو بيريز. أخشى أن يكون فاتكم كل شيء وفاتكم الميعاد. الكرة من جانب كريستيانو رونالدو في منتهى الروعة، في منتهى التركيز، وفي شباك قتال، روح وأمل، وكرة داخل بالراس.
التعادل يا ميرينجي. ميرينجي جميل يا دون. صاروخ ماديرا، أجمل ارتقاء بالراس يا ولد. وتعود عودة كبيرة من غير كريستيانو، من غير كريستيانو. بعد معاناة في الأوقات العصيبة يظهر معادن.